كلمتين وبس. اتجوزوا عن حب، يعني ما اتجوزوش جواز تقليدي اللي ممكن الواحد يقول فيه ما بحبوش يا ماما. لا، دول جوازهم كان عن حب. عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. كان عندهم 3 أولاد، بنت وولدين، وولد عنده 7 سنين وبنت عندها 5 سنين والتالت عنده 2 سنين. العلاقة بينها وبين جوزها كانت علاقة طبيعية. بيقولوا ايه؟ عند صفو الليالي يحدث الكدر. الكدر حصل، خناقة دبت بينها وبين جوزها. الخناقات واردة في الحياة الزوجية. ممكن الآراء تختلف، ممكن كل واحد يتمسك برأيه، ممكن كل واحد يعند مع التاني. ده اللي حصل. الخناقة دبت، صوت الزوج علي على الزوجة، الزوجة صوتها علي هي رخرة. انتهت الخناقة بانه شتمها. ردت الشتيمة وقالت له طلقني. الكلمة وقعت بينهم زي ما تقع مصيبة بين 2. هي قالت له طلقني وهو قال لها انت فاهمة طلاقك صعب، انا ممكن قوي اطلقك وممكن اسيبك زي البيت الوقف. الزوجة قالت له انا مش بايتة في البيت ده. الزوج قال لها الباب يفوت جمل. خرجت الزوجة من بيت جوزها، سحبت ولادها وراحت على بيت مين؟ بيت ابوها وامها. ابو الزوجة كان راجل عاقل، انزعج جدا من اللي حصل. قال لها يا بنتي تطلبي الطلاق ليه؟ دي كلمة كبيرة ما يصحش ولاد الناس يقولوها. ده بيتك وبيت أولادك وبيت جوزك، كان المفروض تفوتي وتستحملي، والنفوس بتروق وتصفى بعد ما تتعكر. ده كان كلام الأب. الأم كان ليها كلام تاني. قالت أنا من يوم ما خدته وأنا حاسة إن إحنا خدنا مقلب. ده ما بيحبهاش ولا بيحبنا. أيوة، ضروري تطلقي منه وتسيبيه. الأب تدخل، قال لها يا ستي إن كان عندك كلمة طيبة قوليها، ما عندكيش كلمة طيبة اسكتي اخرسي. قالت له ما اسكتش، انت السبب في ده كله، انت اللي وافقت عليه. المهم ان الخناقة دبت بين ابو البنت وامها. الاب كان راجل عاقل، قال لبنته انت اتعشيتي؟ ولادك اتعشوا؟ قالت له لا. قال لها قومي عشيهم وتعشي معاهم ونامي، وبكرة النفوس تكون صفيت. جه بكرة والنفوس زي ما هي، بالعكس زادت. كل واحد ركب راسه وعند. جوزها يقول دي خرجت من البيت ترجع زي ما خرجت، والزوجة تقول لا يمكن أرجع إلا إذا جه اعتذر لي وباس راسي وباس إيدي كمان. كل يوم يمر النفوس تزداد عناد. الزوج راح بعت لها ورقة الطلاق وساب لها العيال ونسيهم، وراح اتجوز وخلف من واحدة تانية، واعتبر القصة القديمة دي كلها كابوس وصحي منه. أبو الزوجة مات بعد فترة، والزوجة عاشت في بيت أبوها تخدم في اخواتها وتخدم في ولادها. كل ده بسبب كلمة الطلاق، وكل ده بسبب العناد.
العناد يورث الكفر. مين بقى اللي كان ضحية في ده كله؟ مين اللي اتأذى من ده كله؟ الأطفال الأبرياء، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي